السلام عليكم بنات. اليوم الفيديو رح يكون لوك ميك اب كتير دراماتيك. رح يكون فيه جليتر، رح يكون فيه ايلاينر، رح يكون فيه رموش، رح يكون فيه كل اشي. فخلينا نبلش بالفيديو. اول اشي رح استخدمه اللي هو البرايمر من Urban Decay. انا فرغته بعلبة هيك، فرح نحطه على جفن العين وكل مكان لعند الحاجب وحتى تحت هون. رح استخدم كتير اشياء من باليتس مختلفة، فانه حاولي انه شوفي ايش في ايش في الاشياء من عندك انتي بتقدري انه تزبطيها مع انه اللوك. اوكي، اول اشي رح اخد لون محايد. حناخد هذا اللون اللي اسمه فري ستايل. رح احط من عند فوق، يعني من عند كسرة العين لفوق، ما رح احطه على الجفن. رح اخده ببرش فلافي عشان بس هيك انه تكون مسحة خفيفة. حطينا هيك لون عشان الدمج يكون كتير سهل وسلس. رح اخد قلم كحلة من Urban Decay، اي لون قلم كحلة اسود عندك اياه، ورح اقص فيه كسرة العين. اوكي، ما بتحتاجي انه يكون الاشي بيرفكت، لانه بقدر انه نظبطه. انا متأكدة انه انا ما حسويه بيرفكت، فانه رح تشوفوني عم بخبص. عند كسرة العين ما تضغطوا كتير على البرش، زي رح اعمل نقشة على كسرة العين. وراح انه ارفع الاشي لبرا عشان يعطيني الشكل تبع الكات اي. اذا حسيتوا انه القلم شوي عم بجر معاكم، هذا لانه حاطين برايمر، فانه البرايمر هيك انه بلزق شوي، فانه حاولي انك تدفي القلم بظهر ايدك هيك. اوكي، هيك رح يكون كتير انه مش ستريت ولا اشي، بس عادي. هلا قبل ما ينشف رح اخد فرشة اللي هي من ماك ال 217 برش. رح اخد لون بني من النيكد بيسكس اللي هو اسمه فينت. ما تاخدوا كتير من اللون، وما تنسوا انكم يعني تكوا الباقي. رح احطه عند وين حطينا الخط، يعني هيك بشكل مموه، عشان يصير الدمج مع الالوان الغامقة اسهل شوي. اوكي، بعدين هلا رح اخد بنسل براش من سيجما من الكولكشن الجديدة اللي اسمها اكستريم باي اوف كيت، ورح اخد من السموكت باليت من Urban Decay. رح اخد اللون اللي اسمه اسفلت، اللي هو هذا اللون اللي جاي على اسود على رصاصي. بلشوا شوي شوي. اخدت من اللون ورح احطه عند الخط. فوق الخط وزي ادمجيه، يعني بدك تشتغلي بطريقة كتير خفيفة وهيك انه كيرفول. ورح اخذ نفس الفرشة اللي هي تبع الماك ال 217 بدون اي اشي زيادة، ورح ادمج. اوكي، هلا رح اخذ اللون البني الغامق من السموكت باليت اللي اسمه باك دور. البني الغامق اسمه باك دور.
هاخده على فرشة سيجما الاي 30 البنسل برش، و راح احط اللون فوق الخط. واسحبوا البني لفوق، بس ما تسحبوه كتير لفوق انه يلمس الحاجب، لانه هاي المنطقة لازم دايما انها تكون فاتحة باللون. اوكي، بعدين بدك تضلك ترجعي تعيدي البني الرصاصي الغامق والبني عبال ما يصير الغمقان انه غامق، يعني بقد ما انت يكون بدك اياه. رح اخلط هلا من الرصاصي اللي اخذناه الاسفلت، رح اخذ معه اسود اللي هو اسمه بلاك اوت من نفس الباليت، هخلطهم هما الاثنين، حطهم على بنسل برش. الشغل كله بهاي المنطقه لازم يكون بالبنسل برش لانه يعني انت عم تشتغلي بمكان كتير صغير وما بدك تعجقي الدنيا وتوسخيه كتير. بعدين بدك تاخدي 217 وتدمجيه بدون اي منتج عليها. بدك ترجعي تعيدي على الاماكن اللي خف فيها بعد الدمج. اوكي لسه ما انتهينا، بس انه يعني هلا خلينا نبلش بالجفن تبع العين. رح اخد شادو من ميبلين، هو الميبلين كولر تاتو اللي بيجي هيك شكله، اسمه Back to the Bronze ولا On and On Bronze، I think عنا احنا اسمه On and On Bronze. رح اخده بفرشة سيجما الجديدة اسمها كريم كولر E58، تيجيكي هيك. رح اخد من اللون على الفرشة اوكي هيك، وهحطه بس عند جفن العين عند وين ما حطينا لون. عم نحط اشي بلزق هيك انه كريمي، لانه اللمعة اللي رح نحطها انها يعني تلزق باشي، وعشان حطيت لون برونز عشان اللمعة اللي رح نحطها رح تكون شوي انه فضية، بس ما بدي الاشي يكون كتير فضي. رح نحطه انه هيك. بعدين هلا رح اخد اللون اللي فيه اللمعة، هو بريست بيجمنت من ماك، وهدول للاسف كانوا ليميتد، نزلوا عنا احنا ليميتد، بس ما بعرف اذا هم ليميتد على الموقع ولا لا، بس عندي باللون الفانيلا دايموند. اوكي هيك بيجيكي، بس تقدري تستخدمي اي اشي يكون فيه لمعة، يكون بس هيك انه كله جليتر. شريته من فتويل، هيك بيجي شكله، شريته من فتويل ونفس الشي بس انه حر، واللي انا هلا حستعمله هو مضغوط. اوكي رح اخد اللمعة على الاصبع هيك، لانه هيك ببين اكتر. انتبهي كتير منيح واضغطيه على المكان اللي حطيتي عليه الكولر تاتو. اوكي شايفين كيف اعطى لمعة كتير حلوة؟ اوكي بعد ما طبطبته على كل العين اعطاني لون فضي، وهلا بدي اروح
كمان مرة على الأسود وأعيد لأنه إجا عليه شوية لمعة، بس هاخد بس أسود. كل شوي وانتي عم تدمجي، لأنك عم تشتغلي بألوان غامقة، مسحيها بمحرمة قدامك. هلا رح اخذ براش عادية واحط فيها الإضاءة اللي تحت الحاجب، طبعا حتكون مطفية لأنه الجفن كتير بلمع. حطه تحت الحاجب. اوكي هيك بيطلع الشكل. حطيت الإضاءة تحت الحاجب ودمجت أكتر ومديت الإشي لبرا. رح نعمل الايلاينر. اوكي الجل لاينر اللي انا دائما بستخدمه اللي هو من انجلوت، اللي دائما بتسمعوني بحكي عنه، رقم 77 الاسود، عشان تتجنبي انه الجليتر يدخل جوا. بنصحك انك دخلي انه من ورا الفرشة. اوكي هاي الفرشة، تاخدي انه الفرشة وتجيبيها من ورا وتسكبي منها شوي على ظهر ايدك عشان ما توسخي كل الاشي باللمعة. رح اعمل زاوية داخلية هون لانه رح يعمل هيك اضافة للوك للكات اي. اوكي ورح اسحبه هيك. I'm so sorry، فكرت انه كنت عم بسجل الاشي بس ما سجلته، بس كل اللي سويته انه دخلت الاشي لجوا وكملت الخط هون، وهلا لسه بدي ابلش اني اعمل الجناح تبع الكات اي. هيك طلع كتير هيك مرفوع، العين مرفوعة كله كات اي لفوق لفوق، انه مين بده عينه تكون نايمة ورا حدا. بعدين هلا رح احط كحلة سودا فوق وتحت، كحلة سودا جوا العين فوق وتحت. هلا بدي اخذ الشادو البني واحطه تحت الرموش، هاخده على برش مسطحة هيك. ورح اخذ شوية اسود وشوية من الرمادي واحطهم على الزاوية الخارجية من العين. هلا رح اخذ لمعة جليتر على شكل ايلاينر. هاي ما بعرف من وين، I think من جولدن روز ولا ما بعرف شو. في نكس عندهم، اربن ديكي عندهم، سليك عندهم، كل حد عنده. اوكي رح اخذ من البرش، بس اعملوا حسابكم انكم تشيلوا من البرش بطريقة كتير منيحة. اوكي رح امرق اللمعة تحت عند وين حطينا الكحلة السوداء. رح اركز اللمعة بالبداية بعدين حسحبها لجوا شوي، رح تعطيني لمعة حلوة للعين وانه زي هيك انارة لدمعة العين، بس تحت. اوكي ما تطلعوا لفوق. رح اركب رموش هدول من ماركت هاوس قبل عشس. هلا رح اركب بس نص تاني على النهاية الخارجية عشان ترفع العين اكتر. ركبت هلا 2. لسه الصمغ ما نشف ولا شوي، بس انه يا ريت يكون مبين. هي الرموش مبينين كتير دراماتيك. بنات هذا هو اللوك النهائي لليوم، ان شاء الله تكونوا حبيتوه. خليني احط بس هيك اضاءة. وين ضويت اضاءة خفيفة من الموبايل عشان تقدروا تشوفوا الاشي منيح.
هذا هو الفيديو كله بنفع لإشي عن جد كتير دراماتيك، إن ما بعرف إيش، إنه حتى أنا ما بعرف لإيش ممكن أقدر أحط هذا اللوك. هذا هو اللوك النهائي. إن شاء الله تكونوا حبيتوه، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منه، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي. ما تنسوا تعملوا كومنتس وسبسكرايب. باي.